اختفت فترات طويله، ومع ذلك والبلطجيه دول لولا ان في حد بيسلطهم. كلمه نظريه المؤامره دي مش نظريه، دي حقيقه. انا رافض كلمه نظريه، المؤامره حقيقه. ايوه احنا مش بنحارب نظام مبارك، احنا بنحارب نظام عالمي كله رافض شعب مصر ياخد حريته. اوروبا مش من مصلحتها تاخد حريتها. هي اوروبا ايه؟ شوفي انا اقول لك حاجه، الموقف السياسي السعودي الاسرائيلي من الثوره المصريه واحد، الموقف الديني السعودي الاسرائيلي من الثوره واحد. ليه؟ لان النظام السعودي والنظام الاسرائيلي والنظام الاوروبي والنظام الامريكي كلها نظام مش قادره تروح من اسهل. تجربه 19 جندي لما نزل وعدى على مصر بيقول انا صنعت ثوره الهند بالهام 19. تعالي شوفي بقى الحريات شرق اسيا وقلب افريقيا بعد 52 انتشرت ازاي. مصر دوله مش عاديه، مصر دي اكبر دوله مؤثره بالثقافه بالادب بالوعي بالقوه الناعمه بلا عنف. نحن نصدر ثقافتنا. والله نحن نختلف عن الاخرين. هقول لك على حاجه عزيزتي، الفقه الاسلامي اضطر الامام الشافعي رحمه الله لما يجي مصر يغير في مبادئ الفقه عنه، مش في فروع، لا في مبادئ. منها النكاح والزواج. ليه؟ لانه لها شعب مختلف. ابن عباس لما قابل السيده زينب قالت له نروح فين؟ الشام مع بني اميه والعراق خزنونا، مش قادرين نعيش في المدينه. قال لها مصر من يومها جم مصر اهل مصر كانوا بيتلموا حوالين السيده نفيسه، حاجه غريبه. الحكام كانوا بيخافوا منها بسبب حب الشعب ليها. احنا ناس مختلفين، مش هتلاقي حد يحب النبي قد المصريين، مش هتلاقي حد بيروح يصلي برغبته من غير عصايه قد المصريين، مش هتلاقي حد بيحتفل عشان رمضان جاي قد المصريين. المصريين الاعراب ضحوا عشان المسيحيه بمليون ابن مصري قدام دقلديانوس ما بين القرن الثاني والثالث الميلادي. مين شعب تاني عنه؟ احنا شعب مؤمن، الابن مؤمن بإلهيته والمسلم مؤمن بإسلامه. اقول لك على حاجه تانيه، اكثر يهودي رافض الهجره اليهودي المصري. حتى اليهودي المصري بيحب البلد دي. الحكومه التركيه بتعمل موازنه لتدفئه مواسير مياه الشرب، مش هتوصل. لو انا سبت المواسير كده ودفعت فيها الميه مش هتوصل. الحكومه السعوديه بتعمل ميزانيه للطرق بسبب طبيعه البلد، ميزانيه جباره جدا. امريكا عندها فرق التوقيت عامل لها مشكله بالحكومه. احنا الحكومه عندنا مش محتاجه تواجه حاجه زي كده، دي طبيعتنا سهميه واسهل شعب يقاد الشعب المصري. القليل يكفيه ويرضيه. بلاش ننتقد حد، بس للامانه انا بقالي 22 سنه في العمل الشارع. الاخوان قضيتهم مش مصر، احنا جايين عشان مصر. الناس دي بتدور على الخلاف وده حقها ومع نفسها.
الشعب، اللي يختاروا الشعب انا موافق عليه. اما ان احنا نقول ان مجلس الشعب اللي جاي هيكون نموذجي ومثالي، دي اوهام. ده شعب لسه بيمارس الديمقراطيه لكن هو يستحقها. مش معنى كده ان احنا برضه نفرض عليه وصايه، مش معنى ان احنا نرفض ان الاخوان يفرضوا وصايه احنا نفرض وصايه ابدا. اللي يختاروه يجيبوه، وبعد كده هيتعلموا من اخطائهم وهيدققوا اكتر. وكل فتره مين قال ان الثوره اول ما تقوم تحقق اهدافها؟ الكلام ده ما بيحصلش غير في الاحلام. انت شايف ان الاخوان ليهم تاثير حقيقي في الشارع زي ما الكل متصور، ولا تاثيرهم محدود واحنا اللي عاملين منهم شبح كبير؟ الاخوان كان ليهم تاثير لما كان الشعب بيكره الحزب الوطني، مش لاقي تنظيم يترمى في حضنه الا ده. ليه؟ لان عندنا تعليم علمنا ما تعتمدش على نفسك، اعتمد على غيرك. مش عايزين نكرر احنا نفس الخطأ، مش عايزين عشان بنكره الاخوان نترمى في حضن حد تاني، لا، عايزين يبقى لنا كيان. فالشعب المصري النهارده الاخوان بقوا قوه في الاعلام، في رايي المتواضع بقوا ضعف في الشارع. بس عندهم ميزه، لما بيبقى في عمل بيحتشدوا له، لكن لسه الشعب ما خدش ثقافه الاحتشاد اللي عند الاخوان، ولسه الاحزاب ما خدش ثقافه التنظيم، ودي اشياء تحسب للاخوان لازم احنا نتعلم منها. اما الشيء اللي هيخلي الاخوان دايما عاجزين هو تقديسهم لمكتب الارشاد. انا بحب شباب الاخوان وبشوفهم شباب طاهر، بس يملأه غباء التتبع. مكتب الارشاد اي امر يصدره هو ينفذ بلا نقاش. انا ارجوهم انتوا تأملوا اسمكم كويس، الاخوان المسلمون. القرآن الكريم يقول: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. تبصر، مش اي امر كده يلقى اليك نفذ. بس ده رجائي ليهم. طب والسلفيين، بالنسبة للسلفيين؟ التيار الذي يوجد في مصر انا ارفض تسميته بالسلفيين، فكلمة سلف كلمة عظيمة جدا. السلف بدأوا بالانبياء، بموسى عليه الصلاة والسلام، بعيسى عليه الصلاة والسلام، بيحيى عليه الصلاة والسلام، وتبعهم او على رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الخلفاء من السلف، ثم سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، كل هؤلاء سلف، وكلهم كانوا يوصون بكلمة الحق في وجه سلطان ظلم. هؤلاء وهابيون، والتنظيم الوهابي أنشأه الإنجليز لمحاربة محمد علي وإبراهيم باشا. هؤلاء لا يمكن أن يتحدثوا عن الجهاد، هؤلاء لا يمكن أن يتحدثوا عن زكاة الركاز، هؤلاء لا يمكن أن يتحدثوا إلا عن طاعة الحاكم مهما كان، ولم يسمعوا إلى قول عمر: لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها، إلا إذا كانوا هم سلفيين أكثر من عمر، هذا شأنهم. طب وجودهم تأثيرهم في الشارع؟ لا شك أن هذا الشعب الدين لا يوجد في تكوين جيني كما يوجد في جين الشارع المصري والشعب المصري. وأي إنسان يخاطب الإنسان المصري بالدين سيأخذ قلبه وعاطفته وربما يلغي تفكيره. لا يمكن إنكار وجود السلفيين في الشارع، ولكن لماذا لا نتواجد نحن لنعلم الشارع أفكارنا ولا نطلق أيضا؟